يسعد أوقاتكم. تعالوا نعمل أطيب كفتة ب10 دقائق. بس نحتاج 400 جرام من اللحمة، بصلة صغيرة مفرومة ناعم مع حزمة بقدونس وبهارات مشكلة، فلفل أسود، باربيكا. ندعكها كتير منيح حتى تتشابك اللحمة وتصير معنا بهذا الشكل. نشكلها بهي الطريقة البسيطة، وبأي شكل بتحبوه ممكن تشكلوا. بمقلاية على النار رح نضيف شوية من الزيت على نار متوسطة، طبعا نوزع عليها الكفتة بهي الطريقة. نتركها تتحمر لدقيقتين ونبدأ بتقليبها حتى تتحمر بشكل كامل. نرفع اللحمة عن النار بعد ما أخذت هذا اللون، نضيف نص بصلة مقطعة جوانح، نقليها ونضيف عليها بندورة مبشورة وملعقة من رب البندورة. راح نضيف عليها ربع كوب مي، شوي من الملح، شوي من الكزبرة، ونرجع عليها اللحمة. نتركها كمان تتسبك لدقيقتين، نزينها بالبقدونس والبصل الأخضر. جربوها ما راح تنسوا طعمتها أبدا. وبس هيك والله، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو.